عثر علماء في ألمانيا على نسخة نادرة من القرآن الكريم تعود للقرن السابع الميلادي، وصلت لمكتبة جامعة توبينكن عام 1864، ويعتقد أن هذه النسخة خطت بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وآله بحوالي 20 إلى 40 سنة. وذكرت جامعة توبينكن الألمانية إن النسخة الموجودة في مكتبة الجامعة أقدم مما كان العلماء يعتقدون عند اكتشافها، حيث اعتقدوا في البداية أنها كتبت في القرن الثامن أو التاسع الميلادي تقريبا، إلا أنهم أصبحوا يعتقدون الآن أنها تعود لفترة صدر الإسلام. وحسب الباحثين في الجامعة فالنسخة قد خطت بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وآله بحوالي 20 إلى 40 سنة فقط. وقد فحصت العينات من هذه المخطوطة خلال مشروع بحثي عالمي يقوم الباحثون فيه بمحاولة تتبع تاريخ كتابة القرآن الكريم على وجه الدقة. وأوضحت متحدثة باسم الجامعة إن مخطوطة المصحف التي عثر عليها كتبت بالخط الكوفي، وهو أحد أقدم خطوط اللغة العربية. وقالت إنه من الممكن من الناحية المبدأ معرفة عمر نصوص القرآن الكريم من خلال دراسة خصوصيات هذه المخطوطة والاستعانة في الوقت ذاته بالطرق الفيزيائية للتحقق من مدى مطابقة النتائج. وقالت المتحدثة باسم الجامعة: نعتقد بأن هذه المخطوطة هي الأقدم لدينا.